السلام عليكم أصدقائي. اليوم رح نعمل لحمة فطر باللحمة، جنبه رز أبيض بيتاكل ولبن. أكلة كتير طيبة وكتير مفيدة. يلا نبلش. بدنا نص كيلو لحمة، غنم، عجل، حيلا ما بتفرق. وبتحبوا تحطوا سمنة، أنا حطيت لية ناعمة من دارة، بحس الأكل بيطلع فيها أطيب ومفيد أكثر. حطيت شقفة صغيرة وصرت أحمصهم. حطيت اللي وصرت أحمصهم مع بعض. طبعا ضليت عم بحمصهم لحتى دابت اللي معي. بعدين قطعت بصلة حجم وسط، قطعتها مربعات صغيرة، حطيتها معاهم. لدبلت البصلة حطيت بهارات اللي هن معلقة فلفل صغيرة ومعلقة 7 بهارات مشكلة، ونص معلقة ونص صغار ملح ورشة زنجبيل. حطيتهم وحركتهم مع اللحمة. هون بيكون نحن ماسحين الفطير مسح أو راشينه بالمي. رشينه بالمي ليش؟ لأنه إذا إجا مي كتير الفطير حيغب المي وما حتطلع طعمته، حتروح طعمته على الأخير. فهيك أزبط. بنكون مسحناه وقطعناه بالشكل اللي شايفينه بالفيديو. بنضيفه فوق اللحمة وبنحركهم بنقلبهم شوي ونتركه على جنب على نار هادية لحتى يطالع ميته اللي بقلبه وتروح المي تتبخر. هون نحن ناقعين الرز. أنا عاملة كاستين كوبين رز ناقعتهم وغاسلتهم منيح. هون بنجيب طنجرة بنحط فيها معلقة سمنة كبيرة، مكعبين ماجي. دوب الماجي وبحط المي. أنا كوبين الرز بدي كوبين ونص مي. حطيته ودوبتهم وحطيت معلقة ونص ملح معاهم، معلقة وربع. ولدى بالماجي ضفت الرز فوقه، صفيته وحطيته فوق المي، حركتهم. بدها نص ساعة، بدها نص ساعة لنص ساعة للاستواء. وبس. طبعا هون بكون بستغل المي، بنغطي الطنجرة بنوطيها على نار هادية يستوي. قلوبة. صحتين وألف هنا يا رب. بتحبوا تطبقوهم، بتحبوا تعبوهم جنب بعض، ما بيأثر، هذا الشي بيرجع لكم. باي باي. صوتك نعم انت. بنورك الهادي يا مصدر ما السكينة تخرجوش بعدين. والهادي